السلام عليكم. اللهم صل وسلم على الحبيب. هادشي فعلا اخوتي ولا خطر دابا في هاد اللحظات. يعني دابا غتكون شي 2 سوايع حتى 3 سوايع واحد المجرم صفاها لجاراتو 3 في مدينة وجدة، والرابعة في خطر. يعني جاراتو دخل عليهم الدار حتى لداخل وقتلهم. كيقولوا بانه مختل عقليا. هادشي اللي كنا كنقولوا. الله اعلم واش دابا باقا التحريات، لانه تم غادي هربان وتبعاتوا القوات ديال البوليس، تبعوه وضربوه بالقرطاس لرجليه. دابا راه في المستعجلات، يعني داوه للسبيطار. ما عرفتش، واحد السيده جات قالت لهم من جيران بان فعلا السيد يعني في عقله ماشي هو هذاك، وكانت دائما كتنصح امه باش تديه للسبيطار. امه كتقول لها لا راه ما فيه حتى حاجه. المهم الله يرحمهم 3 النساء اللي ماتوا. باقي بالضبط واش يعني شابات او لا عيالات كبار، الله اعلم. باقي التحريات، ما يعني المعلومات باقي ما خرجوش، لان يلاه غير هاد النهار هادشي اللي طرا. هذا هو البيت ديال الضحايا 3، والرابعه راه في خطر في المستشفى. وهذا بيت المجرم اللي دابا تا هو راه في السبيطار، لان البوليس ضربوه، كان هربان غادي هربان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ربي السلامة من هادشي ولا كيخلع. هادشي ولا يعني خطير. هادشي ولا كما قال الأستاذ معتوق أو الدكتور معتوق، هادشي راه ولا خطير. ناس عايشين معانا مختلين عقليا، يعني حتى كيبانوا لك طبيعيين، وملي كيوقع المشكل عاد كيقولوا حقا راه كان مسطي راه كيشرب الدواء. راه هادشي ولا تيخلع فعلا. دابا المستجدات باقي البوليس هما مطوقين البيت ديالو والبيت ديال الضحايا. ما عرفتش انا واش خرجوهم ولا باقي الجثث في البيت. لان الشرطه باقا تما في عين المكان. ونتمنى يا ربي هادشي راه ولا نغمضوا عينينا ونلقاو بان الدستور تغير ولا الاعدام في حق اي واحد كيقتل. مادام الاعدام ما كاينش، فدائما غنبقاو نسمعوا في النهار عده جرائم بحال هادي. بنادم كيقتل بدم بارد ويقول لك حقا مسطي. الا كان مسطي يمشي يتعالج في السبيطار، الا كان مسطي عائلته ديه يتعالج، لان المسطي راه كيكون خطر حتى على الناس اللي حيطين به، حتى على الجيران، حتى على العائله، حتى على والديه، على خوتو. فهاد الشيء بزاف. وكنتمناو ان الحكومه دير شي حاجه ودير شي حل لهاد المجرمين، لان الا ما كانش كما قلنا الاعدام او لا عقوبه تكون قاسيه. واش عباد الله واحد كيقتل وكتلقاه دايز عام عامين وكيخرج في العفو؟ فما يمكنش هادشي.